يا مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين. انتوا طبعا عارفين ان الاكل ده مزاج، وريحة الاكل كده لما تبقى مالية البيت بقى، وخصوصا لما تبقى اكلة حرشة كده زي الكوارع وطاجن الكوارع بقى ومعها الممبار وشوربة الكوارع كده. يعني مزاج لست البيت لما تحضرها بقى كده وتعمل لهم بقى الاكل دوت بكل حب كده واحترافية، ويقولوا الله على الطعم والريحة. النهارده كده بقى خلاص احنا يعني في العيد الكبير، عيد الاضحى بقى، يعني عيد او موسم الاكلات الحرشه، عيد اللحمه يا جماعه. النهارده كده بقى هنعمل لكم وصفه الكوارع كده باحترافيه وطعم يجنن. انا بجيب كده الكوارع بعد ما انقعها كده واغسلها زي ما انتوا شايفين. بجيبها الاول اسقطها كده في ميه من غير اي حاجه، وبعدين اسلقها كده زي ما بتسلقوا كده الفراخ البلدي، بتجيبوا معلقه سمنه كده وتشوحوها، والمستكه بقى والحبهان والبهارات بتاعتنا الصحي على اللي احنا عايزينها بقى واللي انتوا بتحبوها بقى، ورق لورا وفصين كده قرنفل، وكمان فلفل اسمر. اسلقها كده مع بعضها، بتقعد حوالي 3 ساعات على النار، وبعدين اقوم عامله لها بقى كده طشه محترمه بتنقلها نقله تانية خالص. بعدها اجيبها كده بعد ما تبرد، ابتدي ان انا اخليها على الرخامه بتاعتي او على البلانشة بتاعتي. خلاص انا خليتها كده، ابتدي بقى ان انا اعمل الطاجن المتين بتاعي اللي هيدخل الفرن. اجيب طاسه احط فيها شويه زيت وكام فص ثوم كده مهروسين، وبعدين انزل بقى لا اما بعصير طماطم لا اما بصلصه طماطم زي ما تحبوا. انا هنا يعني اكتفيت كده ب الصلصه بتاعه الطماطم. ابتدي بقى ان انا خلاص حطيت صلصه الطماطم، اديها كده تشويحتين، وبعدين انزل عليها كده بشويه شوربه من شوربه الكوارع الجامده المتينه اللي احنا عاملينها مع بعض كده، ومطلعين مرقه زي الفل كده وزي الشهد زي ما بيقولوا كده، ورايقه وطعمها خطير ويجنن. ابتدي ان انا احط كده شويه مرقه من بتاعه الكوارع واقلب كده، يعني انا كان نفسي تبقوا معايا كده وشامين فعلا الريحه. جربوا الطريقه بتاعتي دي فعلا هتعجبكم جدا. انا ما بحطش هنا اي بهارات، انا بكتفي بالبهارات بتاعه المرقه بتاعتي. بتدي طعم حلو قوي يا جماعه، مش بتبقى محتاجه ان انا فعلا اغير في طعمها، خصوصا ان طعم الكوارع مميز، فانا مش عايزه احط بهارات تضيع الطعم بتاع الكوارع. انا كده خلاص بقى يعني شوحتها في شويه الصلصه بقى كده وشويه الشوربه بقى والثوم والملح والفلفل، بس كده يعني كمان ملح كده شعره كده صغننه، واحط ممكن يعني ربع معلقه سكر ده لو انتوا حابين. بعدها كده بقى ابتدي ان انا اجيبها في البرام بتاع، اكون بقى يعني برام صينيه زي ما انتوا عايزين يعني، بس هي يستحسن ان احنا نجهزها في البرام. انتوا شايفين شكلها كده قمر ازاي. اجيب بقى كده البرام، ادهنه كده معلقه سمنه بلدي، وبعدين احط كده كل الكوارع بتاعتي، ادخلها بس في الفرن تحت الشوايه كده شويه تتشكشك، هتطلع بالجمال والقمر ده، وطعمها خطير ودايبه دوب مش طبيعي، لان انا سويتها اديتها وقتها الكافي في التسويه. الكوارع يا جماعة بتاخد بالظبط 3 ساعات على البوتاجاز، بتطلع دايبة وتحفة، بتتهري كده من بعضها وبتتفصص كده بتبقى ناعمة. ده للناس بقى الأكلة كده واللي مزاجها كده حلو بقى كده ان هم ياكلوا حتة الكوارع ويلاقوها كده دايبة تحت سنانهم. بصوا بقى يعني الكوارع يعني ممبار، انا سبق وقدمت لكم الوصفة بتاعة الممبار كاملة كده متكاملة في الفيديو امبارح. انا ان شاء الله هسيب لكم برضو اللينك بتاع وصفة الممبار في كومنت تحت الفيديو. كان طعم الاكل تحفة يا جماعة، اتمنى ان انتوا تجربوها بطريقتي دي. وطبعا يعني مش هنقول ان احنا يعني هنعمل ممبار ونعمل كوارع وما نعملش فتة، لا ده احنا عملنا فتة كمان. الكوارع هقول لكم هنعملها ازاي واحنا كده بندردش مع بعض في الفيديو. انا عملت طبعا الفيديو يعني مش حابة ان انا يكون طويل، فانا هختصر وصفة بتاعة الفتة بتاعة الكوارع بسرعة كده هقولها لكم. طبعا كلكم انا عارفة ان كلكم اساتذة كده في الكوارع بقى والفتة كمان بتاعة الكوارع، بس انا حابة ان انا يعني اشوف كومنتاتكم في الوصفة دي بالذات وعنها وتركاتها، يعني كل واحدة تقول هي بتعمل الكوارع بقى بأنهي تركات. يعني انت بتحبيها بقى مخلية، بتحبيها بقى كاملة كده من غير ما تدخلي، يعني انتوا بتحبوها ازاي؟ يعني كل واحد يقول الطريقة بتاعته كده، جايز يعني نطلع بأي معلومات مفيدة كده كلنا مع بعض ونستفاد. طبعا ما ينفعش الأكلة دي من غير شوربة الكوارع. انا عملت شوية شوربة بقى كده جنبهم، وتقدروا برضو تحطوا كده شوية من الكوارع المخلية جوه الشوربة كده، واستمتعوا بالطعم الجميل والمزاج كده الرايق للناس الأكيلة بقى اللي بيحبوا الأكلات الحرشة دي، يعني اللي بترم العظم، يعني حاجة كده واو من الآخر فعلا. يعني بصوا فاخر من الآخر زي ما بيقولوا، ولا أجدعها مصمت ولا أجدعها محل حلويات من بتاعة المذبح. الطريقة
تحفه والشوربه تحفه. اهم حاجه بس يا جماعه ان انتوا اول مره بتعملوا فيها الكوارع، انا ما بعملهاش شوربه على طول كده او بشوحها على طول، لا ده انا بجيبها بعد الغسل، لازم اخدها غلوه وبعدين ارميها وبعدين اشوحها واعملها بقى زي اللحمه بالظبط. طبعا خلاص، انا كده بقى عملت كل ما بعده، اكون حمصت بقى العيش بتاعي الجميل بقى في شويه كده سمنه وشويه زيت، ابتدي بقى ان انا احط عليهم شويه كده من شوربه الكوارع بالدقه، وبعدين ابتدي ان انا احط كمان شويه من صلصه الكوارع. انا اسفه ان انا ما نزلتلكوش الصلصه، هنزلها لكم في ريلز كده تاني علشان الفيديو ما يبقاش طويل جدا يعني. خلاص ابتدي بقى ان انا احط كمان فوق العيش بقى وفوق كده خلطة المرقة بتاعتي وبتاعة شوربة الكوارع، احط الرز وفوقيه الصلصة وفوقيه شوية بقى كوارع كده من الكوارع المخلية اللي انا بقى حمرتها كده في الفرن. يعني بصوا الطعم حكاية ما اقولكوش، كل اللي داق الفتة وكل اللي داق الكوارع بيحلف بيها، ولا اجدعها مصمت ولا اجدع محل من بتوع محل حلويات المذبح يا جماعة، والله العظيم خطيرة. وكل سنة وانتم طيبين وينعاد عليكم بالخير. اتمنى وصفة النهاردة تبقى عجبتكم، اشوفكم كده على خير ان شاء الله الوصفة الجاية. هستنى تعليقاتكم وهستنى كومنتاتكم عن الوصفة. اشوفكم على خير الوصفة الجاية ان شاء الله. ما تنسوش بقى اللايك ودعم الفيديو وشير كتير عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من اللايكات. هستنى رأيكم، اشوفكم على خير. انا ديجا ودي قناتي، باي باي.